بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بعد تأخير كبير جدا وفترة استمرت تقريبا 6 شهور كنت منقطع فيها عن القناة خالص، قررت ان انا ارجع لكم بفيديو ان شاء الله هيكون على قد التطلعات وهيكون فيديو كويس للجميع ان شاء الله. دلوقتي بقى نخش على محتوى الفيديو بتاعنا النهاردة، وهو الموقع ده. الموقع اللي هجيبهولك النهاردة هو موقع مهم جدا لأي حد عايز يتعلم على النت وياخد كورسات ببلاش او كورسات مدفوعة. الموقع ده اللي يميزه اكتر حاجة انه موقع زي ما انت شايف كده مودرن، تحس ان هو شكله كويس، ترتيبه حلو في الكورسات. الموقع ده عليه حوالي 30 كورس، ودي كمان يعني حاجة قديمة مش متعدلة، الاحصائيات دي ثابتة اديلها فترة، فاكيد الكورسات بتزيد. ده غير كده الموقع معاه الشهادة ومعاه المنظر بتاع الكورسات بالشكل اللي انتوا شايفينه من بره دوت، يقولك كام واحد خد الكورس مدته قد ايه، الكورس عن ايه بالظبط. هنا عندك كورس فوتوشوب، باوربوينت، وورد، والبي اف اي، كورسات المحاسبة. وهتلاقي برضو كورسات كتيرة انت بتدور عليها، كورسات في القانون، في اللغات، في المحاسبة، في الماركتينج، في الديزاين، في المجال الطبي. كل الحاجات اللي انت عايزها هتلاقيها على الموقع ده. الموقع ده او المنصة دي اسمها ذاتي، وهي منصة عربية وتقدر من خلالها تتعلم حاجات كتير. وعلشان نسجل في المنصة دي أول حاجة نعملها هندوس على create account. بعد كده هيجيلنا الفورم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هنملى المعلومات اللي فيه على طول. هنكتب الاسم الأول هنا، وبعد كده تحت هنا الاسم التاني، وبعد كده هنكتب في الخانة اللي بعدها اليوزر نيم. وهنا طبعا بيكون اليوزر نيم بالسمول، فانت لو كتبت اي حاجة كابيتال هتنزل سمول على طول اوتوماتيك. ولازم طبعا اليوزر نيم يكون فيه ارقام وحروف علشان تلاقيه موجود في الموقع. بعد كده هتكتب الايميل بتاعك، وبعد كده هنا هتكتب الباسورد، ولازم طبعا يكون باسورد قوي بالنسبة للمؤشرات بتاعة الموقع. وهنا هتعيد كتابة نفس الباسورد اللي انت كتبته، وبعد كده تدوس ريجستر. وممكن تختصر كل ده وتدوس تسجيل الدخول باستخدام جوجل وتسجل بحساب من اي حسابات جوجل اللي عندك. المهم انا دلوقتي هدوس ريجستر واستنى شوية. حلو كده، سجلنا على المنصة زي ما انتوا شايفين، والواجهة بتاعت المنصة تحسها مختلفة عن اي منصة تانية. من حيث ايه؟ من حيث اكتر من حاجة. يعني عندك في الاول هي من فوق زي المنصات التانية، وده ما اختلفناش عليه ابدا. لكن نبتدي من هنا، مثلا عندك هنا ممكن تغير الصورة بتاعتك، بس ده لسه هنشوف في السيتنج. هنا ممكن تكون محاضر، لو عايز مثلا تعمل كورسات ممكن تدوس هنا وتسجل كمحاضر، وتبدأ مثلا ايه تنزل الكورسات بتاعتك اللي انت كنت عاملها. بس طبعا وانت تكون مجهز كل حاجة بتاعتك، الفيديوهات تكون عاملها مسجلها ومنتجها، وعامل ترتيب للعناوين بتاعت كل حلقة او كل فيديو كده او كل محاضرة، وتبدأ تنزل الكورس بتاعك عادي. هنا برضو لو انت عايز تحط صورة على طول من غير ما تروح للسيتنج، ممكن تدوس على كليك هير على طول، هيوديك للسيتنج على طول وتغير الصورة بتاعتك. بس احنا اللي يهمنا دلوقتي الكورسات. نجيب الكورسات من هنا. هنا الكورسات اللي احنا ايه خدناها اصلا. هنا الكورسات الانرولد اللي احنا مشتركين فيها او اللي احنا حاصلين عليها. كورسات الاكتف اللي هي اصلا بتكون في حالة الالقاء حاليا، او يعني صاحب الكورس ده بيكون مشغل الكورس ما خلصش ويتسجل ونزل، لا ده الكورس شغال وبينزل منه حلقات مثلا كل سبت وتلات او كل اتنين وخميس، او مثلا يوم في الاسبوع معين. تمام. وهنا الكورسات اللي انت خلصتها، الكورسات اللي بتخلصها بتاخد عليها شهادة. المهم دلوقتي احنا عشان ناخد كورس بنيجي عند هنا بندوس على كورسز، وبتحمل معانا الصفحة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. الصفحة دي من خلالها هنلاقي كاتيجوري اللي هي معناها الفئة. هنلاقي في الفئات كذا نوع من انواع الكورسات اللي موجودة اصلا في المنصة: محاسبة، بيزنس، ديزايننج، ديفلوبمنت، تطوير يعني، لغات، قانون او محاماة، ماركتينج، تسويق، مجال الطبي، مهارات شخصية، برمجة الويب، ومونتاج. هنا الليفلات، كل الليفلات، ولا مبتدئ ولا متوسط ولا محترف، عايز كورسات ببلاش ولا بفلوس. هنا برضو ممكن تختار الكورسات الجديدة اولا ولا القديمة اولا، ولا الكورسات مترتبة من A to Z ولا من Z to A.
وتبدأ بقى تنزل لتحت تكتشف ان فعلا المنصة فيها كورسات اكتر من 30. ماشي. فاحنا مثلا هنقول هاخد مثلا كورس مايكروسوفت وورد، هندوس على انرول كورس بس، وهنستنى حبة بسيطة اوي بس كده. هيجيلنا هنا success enrollment successfully done. هنيجي فين؟ هنيجي هنا عند الداشبورد بتاعتنا، او نيجي هنا عند enrolled courses، الاتنين محصلين بعض في الاخر. بس احنا بس هنخش على الداشبورد عشان اوريك ان زي ما انت شايف الانرولد كورسز اتغيرت واكتف كورسز اتغيرت. كده اكتف معناها برضو الانرولد كورسز، ولو في كورس شغال فعلا زي ما قلت لك بيكون هنا، بس برضو الانرولد بتتحسب مع اكتف. هنختار هنا انرولد كورسز، هنلاقي الكورس بتاع الوورد، هنلاقي هنا ان هو 0 من 14، يعني الكورس ده فيه 14 فيديو او 14 درس او 14 محاضرة. هندوس كده على start learning، وزي ما انت شايف هو المشغل بتاع المنصة شبه المشغل بتاع منصة إدراك إلى حد كبير. يعني انت لو جربت التعلم من على منصة إدراك، اللي هي بالمناسبة واحدة من أهم وأقوى المنصات اللي أنا شخصيا اتعاملت معاها، ومنصة بروفيشنال جدا ومليانة كورسات مجانية كويسة، وشهادتها شهادة مميزة وليها اسمها، ويعني أنصحكم برضو إنكم تشوفوها. ما هو برنامج وورد؟ الجواب هو أفضل برنامج نقدر نكتب بيه النصوص ونعدل عليها من خلالها، وبنفس زي ما الوقت انتم شايفين برنامج سهل وبسيط. المنصة كويسة، الكورسات جميلة، علشان تخلص مش هتحس بملل وانت بتاخد الكورس، بالعكس هي الألوان لطيفة ومريحة للعين. المنصة ذات نفسها كده تحس ان هي صديقة، ولذلك انا من ضمن كذا منصة اخترت المنصة دي تحديدا انها تكون هي المنصة اللي انت تشتغل عليها، اللي انت تتعلم من خلالها، لانها منصة تحسها بسيطة كده، منصة مفيهاش تعقيد، الحاجات فيها بتشاور لبعضها، كل حاجة متوصلة ببعضها، وده يمكن من أفضل دي من أفضل الميزات اللي ممكن تلاقيها في أي منصة. فبس هو ده اللي كان عندنا النهاردة، فيديو قصير يعتبر، مش أكبر حاجة، بس أنا وعدكم إن الفترة الجاية هيكون في كثافة إن شاء الله في الفيديوهات. فبس كده، أتمنى بس يكون الفيديو عجبكم. هتلاقوا كل اللينكات في الوصف تحت، من غير ما اوديكم على اماكن تانية، او ممكن اوديكم على قناة التليجرام لو عوزت. بس طبعا ما تنسوش تشتركوا فيها. ولو حابين اعمل فيديو عن حاجة تانية اكتبولي في الكومنتات، وانا هرد عليكم ان شاء الله الرد المناسب، وهدور في اي موضوع هتتكلموا عنه. اشكركم على انكم كملتوا الفيديو للنهاية، ولو كملت الفيديو للنهاية يا اسطى انزل صلي على النبي واكتب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استودعكم الله أحبابي، وأشوفكم بخير إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، وبس. رمضان كريم ومع السلامة.